حلاق ولد مولاة الرود ودري صحيح، وجا دخل الداخل هو يتشد مع ذاك الاخواني وبدا يضرب فيه. خرج ذاك الاخواني من الرود وخرج تيجري الزنقه وبقى تيقلب على الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم، تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. ولكن ما بغيت شي ناس ياخذوا عليا شي نظره، راه نيتي صافيه وتنهضر من قلبي وما تنبغي نمس حتى بشي حد ولا نمس بشي فئه من المواطنين نفضلهم او نطيح بهم. راه ماشي هذه نيتي، غير باش نكونوا عفكانين بانه غادي تسمعوا هذه القصه بجوج. بعض الناس غادي يمشيو لواحد الاتجاه ديال هضر على هادو، هضر عليهم، تكلم عليهم، ماشي مزيان، ما مزيان، كذا كذا. لا الله يعطيكم الصحه، خليوني محايد في هذه القضيه هذه، وانا ديما محايد بهذه القضايا ديما، ولكن خصني نعاودهم لكم، لا فيهم استفاده لابد من نعاودهم لكم. واحد النهار خبرونا وحنا خدامين وكنا ديك الساعه في الدائره، خبرونا باش ننتقلوا لواحد الروض الاطفال، روض تيقروا فيه الاطفال، وخبرونا بان هناك مشادات وعراك ما بين المسؤول على ذاك الروض وواحد السيده او واحد العائله ديال واحد الاطفال تيقراو عندها تما. خبرونا بانه راه كاين واحد الضرب وجرح كثير. انتقدنا لأي مكان. شنو لقينا؟ لقينا واحد المراه طايحه، مجبده طايحه داخل بالروض، والروض الباب مسدود، اي هذيك المراه كانت ضرب وجرح داخل الروض، الروض مسدود الباب ديالو، والناس مجمعين، ومولاة الروض ما بغاش يتحل. هذا ما تقول حتى يجيو البوليس. فعلا جينا حنايا، جينا اشنو وقع؟ قال تيقول الناس راه واحد السيده راه دخل راه مضروبه، راه دخل شي تيقول راه جروها، راه هجمت عليهم، راه كذا راه كذا راه كذا. حنا طلبنا من السيده اللي داخل، واحد السيده قلنا لها حلي الله يعطيك الصحه. حنا البوليس شافتنا واخا قالت لنا نحل، حلات. وتفاجئنا بواحد السيد جاي من واحد الدار وتابعينه الناس وداكشي، جاي مضروب في راسه والدم تيسيل ليه. قال راه كان تضرب وتخبى في واحد الدار، اي هاجموه العائله ديال مولاة الروض وولدها، هاجموا هذا السيد ومراته. نعاود نوضح اللي وقع الضرب والجرح وهذا الشيء. واحد السيد ملتحي كما تنقول اليوم، اخواني عنده اللحيه، تلبس دراعيه، تلبس ديك الطاكيه، تعرفوا داك الزي ديال الناس الاخوانيين او الناس المتدينين او سميو كما بغيتوا. عنده مرته حتى هي متدينه، غير هي من دوك النساء اللي تيغطيو وجههم تماما، مغطيو وجهها، دايره داك البرقوع ولا سميتو، ماشي حجاب اكثر من الحجاب، لان الحجاب تيبقى هنايا، ولكن البرقوع ديالها ولا الخمار مغطيه وجهها، مغطيه راسها، دايره اللي قاد في يديها، لابسه كسوه كحله كبيره مغطيه بداك القفطه اللي تيلبسوا، ولا داك الكسوه اللي تيلبسوا كبيره تيلبسوها، البدعيه تيلبسوها كبيره، او العبايه. هذا السيد هذا وقع لي مشكل مع المديره ديال الروض، هذه العائله وقع لها مشكل ديال المديره ديال الروض. شنو في هذا المشكل هذا؟ هو عنده في ذاك الروض بنيه وليد تيقراو في ذاك الروض بجوج. الوليد ملبسو باه جلابه وصنداله، جلابه صغيره، جلابه دري صغير ديال الروض، والبنيه عندهم شي 5 سنين في عمرهم، ولا الوليد عنده 6 سنين في عمره، البنيه 5 سنين، والوليد والبنيه ملبسينها جلابه ودير لها فولاره. وراك شوفوا بعض الناس اللي غنسميهم نخليهم اخوانيين بلا ما نقول متدينين مسلمين كذا كذا، اخوانيين اللي تيأدي بهم الحال، ماشي غير هما يلبسوا داك الزي اللي قلت لكم، ولكن تيديروا حتى لوليداتهم. تنشوفهم في الطريق، وكاين الناس تعجبهم داكشي، كاين الناس ما تعجبهمش داكشي يديروا، لان الدراري صغار. انا الناس اللي تيلبسوا داك الزي الاخواني، داك اللحيه والطاقيه وداكشي وهذا، انا تيجلسوا معايا وصحابي في القهوه وداكشي، وتعرف عيالاتهم ما تيدوزوا معاهم مغطين وجههم ودايرين اللي قاد في يديهم وداكشي شغلهم. هذا السيد كما قلت لكم بنيته وليدو، البنيه ديالو صغيره، ولدو ملبسهم ديك الكسوه. من خلال البحث اللي درنا، انت نعاود لكم من ما بحثنا عرفنا اشنو كاين بالضبط. الدراري في المدرسه اللي تيقراو معاهم تعيطوا داك الوليد، تيتنمروا به وتعيطوا ليه الحاج، وتيقولوا للبنت الحاجه، تعيطوا ليه الفقيه. دوك الوليدات تيقول لهم هذا الفقيه هكذا كذا، تيقول ليه الاخواني، تيقولوا ديك البنت. كاين شويه الدراري وقع لهم تنمر ديال الاطفال الاخرين اللي معاهم، تينعتوهم بهذا النعوت هذا. المعلمه تقول من بعد لما درنا المعاينه ودينا المستشفى وكذا، تقول اسيدي فعلا ما تنخرجوا من الساحه، هاد الدراري تيتعزلوا بوحدهم، واخا تنبغي ندخلوا مع الاطفال ما تيبغوش يلعبوا معاهم، تيتعزلوا بوحدهم، والاخرين تيتنمروا بهم، والحاج والفقيه وكذا وكذا، تيسميو دوك السميات.
وانا تتقول هضرت مع امهم وهضرت مع باهم، قلت لهم ودي احسن كون هاد الوليدات خليتهم يلبسوا عاديين من يجيو للروض. قال لها باهم لا، ولادي يجيو بهذيك السوا هذه، هذيك السوا هذه اللي غيجيو بها. احنا ما تنقلدوش النصارى والكفار، نصيفط ولادي بالسروال ونصيفط ولدي بالسبرديله ونصيفط بنتي بالسروال، لا، هادو ولاد المسلمين وانا مسلم، ولاد المسلمين بكات يلبسوا. قال لها بكات يلبسوا، ولادي غيلبسوا هكا، ولكن انا بغيت نعرف العائلات. قال لي اعطيني السميات ديال العائلات ديال الدراري تيتنمروا بهم هنا وكذا 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 وكذا. السيده قالت لي انا يمكن شي نعطينا، انا ما عرفتش شكون الدراري كلهم تيتنمروا بهم، انا ما نعزل لك واحد 3 و 4 نعطيك سمياتهم ونقول لك عند العائلات ديالهم وداك الشيء. هذا الشيء جبد واحد الخلاف، واحد المشكل ما بين المعلمه وديك العائله. وقع شي 2 3 مرات. واحد الصباح هذيك السيده جايبه الام جايبه ولادها بجوج للروض، هذيك المعلمه خرجت عندها قالت اختي الله يرحم والديك ما تسالينا ما تنساليك، هذا اخر الشهر خلصتينا الله يكثر خيرك، ولكن وليداتك ما يجوش عندي. الدراري ولاو حاطين عليهم، وانا ما نبقاش نضرب الدراري صغار، ولكن تنهضر مع والديهم تنقول لهم قولي لولدك ما يبقاش يقول اللي حصلته، تنهضر مع عائلته، ولكن هادشي كثر عليا. ولادك ساكتين مزمتين كعزير اللور، تينوضوا للسبوره تيبقاو الاخرين يضحكوا عليهم. انا وحدت شوفي عافاك شي روض ديري وليداتك، ولكن المدارس القرانيه ديروا المدارس القرانيه ديالك، مشاو يقراو القران بالصلاه على النبي. هذيك السيده تناقشت مع هذيك السيده، تعاودت معها ودابست معها، ولات بيناتهم الضرب والجرح. وديك السيده هذيك السيده ديك المرت داك السيد الاخواني جرات ولادها مشات جابت راجلها، جا راجلها جاو هجم على ديك الروض ودخل هو مراته داخل، هما يتشادوا. هذيك السيده الاخوانيه شدت ديك الاستاذه من الشعر ديالها، لان الاخرى ما عندهاش من يدوز الشعر ديالها بغطيها، الاخرى الى بروفيتي شدتها من شعرها وبدات الضرب والجرح. كاين واحد الناس بقاو دوك البنات اللي تيعاونوا داخل بقاو تيفكوهم، دوك اللي تيعاونوا ديك المعلمات اللي بغينا تيفكوهم بداك الشيء، ولا الغوات داخل هما يعيطوا. الناس اللي تما عيطوا لولدها حلاق، ولدها حلاق عيطوا ليه، جا تيجري وولدها قال لي راه واحد الاخواني هاجم على امك وضربها وكذا وكذا وكذا. جا داك الاخواني لقى الراجل داخل، جا داك عفوا داك الحلاق ولد منى الروض ودري صحيح، وجا دخل داخل هو يتشد مع داك الاخواني وبدا يضرب فيه. خرج داك الاخواني من الروض وخرج تيجري للزنقه وبقى تيقلب على الحجر وهز الحجر وبقى تيشعل داك الولد ولكن داك الولد تمكن حتى هو من هز واحد الحجره وضربوا بها الراس، بقى تابعوا الناس يفرقهم وضربوا بها الراس. الاخر قد ما يتيسيل كان حدا واحد الباب، داك الباب ديال واحد الست يعرفوا، شافوا طاح تما دخلوا عندك الدم دخلوا لداخل، وداك الدري هاجم عليه الاخر، واخا الاخر دخلوا داك الراجل بغى يحميه الا بغينا نقولوا، دخلوا لداخل حنا شاف داك الدري هاجم عليه، ولاحظ حتى دوك ولاد الحومه وداك الشيء مساعدين داك الولد هذاك، مساعدين على داك خينا، شد خينا دخل لداخل وسد الباب ديالو، قال ما نخرجش يجي البوليس. اذن هذا تضرب ودخل ديك الدار سد عليه، مراته داخل في الروض طاحت انه يمكن كتصوب داك الشيء، ومولات الروض طاحت. حنا من جينا تلقاو الباب مسدود، ما بغاوش يحلوا هذوك المعلمات على الجمهور على الناس، حنا من جينا حلات لينا تلقاو هذيك مرت داك السيد داك الاخواني طايحه وهذاك المعلمه طايحه. هنا فاش قلت لكم خرج داك السيد الاخواني مضروب في راسو، وجابوا داك صاحبو خرجوا من ديك الدار، كنت الغوات الناس تيغوتوا ما شي معاه شي ضدو، وحنا بقينا غير تنطفيو ديك العافيه تما تنسكتوهم. وليداتهم تيبكيو شادهم واحد المراه بجوج، تاع داك الدري بديك الجليبه وديك البنت بديك الجليبه تيغوتوا ولا طيح. اخواني بقى جا عندنا تيغوتوا هذا التعدو، واللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، وهذا غادي دير هنا حقت لا انا حيت انا تنصرف تنعبد الله ولادي ما يبقاوش هنا، لكن انا ما بغيتش اللي تيصلي ولادي تقطع ديك الهضره باغي يدخل شي بشي، ما بغيتش تقري ولادي حيت انا متدين، ولادي متدينين وقالنا تمشيو بحالكم. حنا تنبردوا فيه تنتسناو صيغه الاسعاف لان كنا سبقناها باش تجي لعين المكان. هو قال لك شوف مراتي مراتو طايحه، دخل لقى مراتو طايحه فعلا. حنا شادين تنقول تسناو صيغه الاسعاف الله يرحم والديك، ولكن واحد الطرف من هنا من رجليها عريان، شوف مراتي مفضوحه، عباد الله مراتي مفضوحه، غطى ومراتو كان حيدير لها داك باش كانت طايحه محيدير لها داك خمار وجهها، حيدو سيدي وتيغطي مراتو تيغطيها وتيغطي لها وجهها بداك الخمار تيصاوب لها وجهها. كانت واحد الليقه ديالها كحله طايحه تكون في الليقه رديها الليقه، وخا المراه سخبه لها كوته ورديها الليقه في يديها، تتكشف على مراتي فتحتو مراتي وتيغطي فيها مصيبه لا. والراجل خوي صحيح وحنا خدامين تنسعفوا معاه. هذاك ولد ديك الحلاقه هذيك طلعوه الدراري الطوموبيل ديالنا البوليس، ما يمكنش اخرى نطلعوه ندخلوا عنده غادي نوض مصيبه هو غيدابزو. حنا صيغه الاسعاف عطينا الموقع ديالك زربوا عطينا الموقع ديالك بغينا غير نحيدوا داكشي من تما. جات صيغه الاسعاف اضطرينا نطلعوا اخواني كانت مضروب ومراته، وطلعنا المعلمه مضروبه، وطلعنا وحده من العاملات عندها دوك المعلمات تيخريو حتى هي تقول بانها مضروبه في يديها وكتافها وضربها هو ضربها مرته وداكشي. وطلعنا جوج ديال البوليس ديالنا طلعناهم معاهم في لومبيلونس الداخل، والمساعد ديال لومبيلونس تا هو طلبنا منه باش يكون لور باش
ما نوصش الناس شي خربقه داخل شي ضرب وجرح وداك الشيء وهذا وهذا.